السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل أحوالكم. أتمنى لكم كل الخير والسعادة، وأتمنى لا تنسوا كذلك الاشتراك في القناة مع لايك وتعليق، وكذلك مشاركة الفيديو فضلا وليس أمرا. أشكركم جزيل الشكر على تفاعلكم مع الفيديوهات التي أضع في القناة، وأتمنى أن تستمروا في ذلك وأن أكون دائما عند حسن ظنكم. كما قلت سابقا، هذه القناة نتعلم منها جميعا. أنا كذلك لما أبحث عن المعلومات أو إيش أخرى، أو لما نشوف تعليقاتكم ونقراها، كان نتعلم منكم وكان نعرف بزاف ديال الحوايج. شكرا جزيلا لكن ولكم. هنا اليوم كنت حطيت لكم واحد الفيديو اللي هو شورت قصير، واحد الفيديو قصير جدا فيه واحد الصورة فيها الملك الحسن الثاني مصور في واحد الصورة، هو في الوسط لابس واحد القميص أبيض ودايرين به مجموعة. أنا غنحط لكم الصورة باش تشوفوها. مجموعة اللاعبين المغاربة، اللاعبين ديالنا ديال المنتخب المغربي، وانقسمتوا الى قسمين. كما انا شفت التعليقات انكم انقسمتوا الى قسمين. كاين اللي كيقول لنا انه هاد المجموع، هاد المنتخب ديال مكسيكو، منتخب اللي شارك في كأس العالم مكسيكو 1986، وكاين اللي كيقول ان هاد المنتخب هو اللي كان في الالعاب البحر الابيض المتوسط ديال 83. انا كما قلت لكم انني كنستافد من التعليقات ديالكم، بقيت بحثت باش نعرف شكون هما هاد فاش شاركوا المنتخب هذا ديال شنو اين فريق واين فاش اين تظاهره كان، واش شارك في كأس العالم 86 او في التظاهرات ديال بطولة ديال البحر الابيض المتوسط في 83. وبالفعل قلبت. غنقول لكم دابا ديال المنتخب المغربي ديال كرة القدم اللي شارك في كأس العالم 1986، وغادي نحط لكم صورة او جوج صور على حسب اللي لقيت، غادي ننزلهم لكم في الفيديو باش تشوفوهم. شكون هما المشاركين اللي كانوا المجموعه ديال اللاعبين اللي كانوا المنتخب الوطني انذاك في 1986. كما قلت، كان الحارس بدو الزكي هو الحارس، كان المدافع هو خليفة العابد، كان مدافع آخر هو عبد المجيد المريس، مدافع آخر هو مصطفى البياز، المدافع نور الدين البويحيوي، والوسط عبد المجيد الظلمي، الوسط مصطفى الحداوي، في الوسط عزيز بودربالة، المهاجم عبد الكريم ميري كريمو، في الوسط محمد التيمومي، المهاجم مصطفى ميري، الحارس واحد اخر، يعني كاين جوج الحراس، صلاح الدين حميد، المهاجم عبد الفتاح ريحاتي، المدافع لحسن وداني، في الوسط منصف الحداوي، في الوسط عز الدين امان الله، المهاجم عبد الرزاق خيري، في الوسط محمد سهيل، الوسط عبد فضيل جلال، المدافع عبد الله بيدان، في الوسط عبد العزيز سليماني، والحارس الاخر عبد الفتاح مداني. هذا هو المنتخب الوطني اللي كان في 1986. هذه هي المجموعه اللي كانت في ذاك الوقت. هادشي اللي كاين في هادي. من بعد غادي ندوز لكم ديال 1983 اللي شاركوا في العاب البحر الابيض المتوسط. بالنسبه للتشكيله اللي شاركت في العاب المنتخب ديال البحر الابيض المتوسط 1983، تشكيله المنتخب الوطني المغربي اللي شاركهم هو كاين موجود الزكي، رموكي، المريس، البياز، البويحيوي، عاتق، السوادي، التيمومي، الابيض، الحداوي، وعزيز بودربالة، والمدرب هو فالنتي، وكان كيساعدو هو المساعد ديالو هو محمد العماري او العماري. بالنسبه لاحظت واحد الحاجه في الصوره، هو انه الابيض خالد الابيض ما كانش موجود في 1986، وموجود في هذه الصوره اللي حطيت لكم، موجود فيها اللاعب خالد الابيض راه موجود فيها. لذلك هذه الصوره ديال 1983 اللي صورها الملك حسن الثاني عليه رحمه الله مع المنتخب الوطني اللي شارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 1983، وتغلب على تركيا ب3 أهداف ل0.
وكان يعني خدا الميدالية الذهبية في هاد الألعاب اللي كانت مستضفاها، اللي جرات في تنظمات عندنا حنا في هنا في المملكة المغربية. بالنسبة للملوك المغاربة كما أقول دائما، الملوك المغاربة كلهم كيشجعوا الرياضة وكيشجعوا الرياضيين وكيوقفوا معاهم وكيحفزوهم. ولاحظتوا دائما عندنا الرياضة ديالتنا فاش ياخد شي واحد تيفوز بشي ميدالية ولا كيوصل لشي مستوى كبير في الرياضة، كيكون دائما أول المهنئين هو الملوك المغاربة. كما الآن الملك محمد السادس يهنئ الفرق المغربية، الملك الحسن الثاني الله يرحمه هو كان كيدير بحال هكاك، هو كان كيهنئ الفرق وكيستقبلهم وكيوقف معاهم. وكذلك الملك محمد الخامس قبل منهم هو نفس الشيء. لذلك كيعتبروا أن الرياضة هي كذلك جزء مهم لا يتجزأ من التطور، يعني ويمشيو بها بعيد في المملكة المغربية، لأنها كما قلت هي جزء من التطور لهذا البلد الأمين. أتمنى يكون وصلت لكم واحد المعلومة على أن الصورة اللي حطيت لكم هي ديال ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1983، واللي كان مصور معهم الملك الحسن الثاني عليه رحمة الله. أتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم، وكنقول لكم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.